سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم بقى ان البشر دول فعلا حاجة غريبة. والله زي ما بقول لك كده يا صديقي، تلاقي الواحد فينا لو ليه عزيز او خالي او حاجة بيحبها قوي، تلاقيه بيستمتع بيها يومين تلاتة او شهر او حتى سنة، وبعدين يروح رميها رمية تزعل قوي. المهم اول ما الحاجة دي ايا كان بني ادم بقى، جهاز، اي حاجة تضيع او تموت، تلاقي صاحبها فضل ندمان عليها طول حياته، وساعتها بس قدر يقدر الحاجة اللي كانت بين ايديه. معلش بقى ده وشك يا صديقي. المهم قبل ما نبدأ عايزك تنفذ الشروط، ولو انت جديد في سماعي فاهلا بيك في قناتي، فتعالى اقرب عشان اقول لك على الشروط. وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، وما تنساش تقفل الباب وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. كنت متجوزة وليا بنتين عايشين معايا، ومش هكدب عليكم احنا كنا عايشين عيشة مرتاحة قوي، لغاية ما جالي جوزي في يوم وقال لي ممكن اقول لك حاجة بس ما تستغربيش. قلت له قول يا حبيبي في ايه؟ راح قايل لي لو عرفتي اني اصلي من الجن وان انا مش بني ادم هتعملي ايه؟ وهل هتحبي تكملي معايا؟ رحت قايله له ايه التخليف اللي انت بتقوله ده؟ راح قال لي تخيلي كده وجاوبيني يا ستي. قلت له لا طبعا، اول حاجه علشان ديني ما بيسمحش بكده، ثانيا انا هخاف على نفسي منك. راح قايل لي هو انت مش بتحبيني؟ قلت له لا طبعا بحبك. بحبك ايه؟ ده انا بعشقك بجنون، ولكن ما اقدرش احب حاجه انا بخاف منها، وغير كده ده ذنب. راح قايل لي طب وبناتنا مصيرهم ايه في قلبك؟ رحت انا قايله له طبعا هم مش من نسلك، اكيد هخاف منهم برضه، حتى بعد عذابك في شلتهم وخلفتهم الصعبه دي. رحت قايله له حتى لو كده. ونمنا يوميها، بس جوزي ما كانش نايم. لما قمت تاني يوم لقيت مفيش حد في البيت، فضلت انده وادور عليهم، ما لقيتش حد، لغايه وانا ببص بالصدفه كده لقيت ظرف فتحته، لقيت رساله من جوزي بيقول فيها معلش سامحيني بقى، انا حاولت المح لك كتير باصولي بس ما لقيتش منك اهتمام ولا مكان في قلبي. تفتكري لما كنت صغيره في بيت ابوكي كنت دايما بتقفي قدام المرايه، وفضلت ابصلك واتابعك باهتمام لغايه ما عشقتك. فضلت مستنيكي تكبري وتحلوي اكتر واكتر، لغايه ما قررت افعل ذنب وقلت لاهلي على حبك واني عايز اتجوزك. وده طبعا جريمه عندنا في عالمنا، وكلهم طبعا رفضوا رفض قاطع، وكان ابويا هو حاكم بتاع القبيله بتاعتنا. وفضلت مصر على طلبي، وعصيت كل عاداتنا وتقاليدنا لغايه ما ابويا قرر ان ينفينا عن ارض الجن. ولو ما رجعتش عن قراري ده واتنفيت ورحت اتجوزت، لغايه امبارح لما جالي رساله من عالمنا ان في حرب عظيمه قامت، وجدي وابويا واعمامي واخواتي ماتوا ومبقاش غيري، ولازم اني اروح ادافع عن قبيلتي، ومفيش قرار في ايدي اني ارفض. ولعلمك انا خدت البنات معايا علشان خفت ان امشي من هنا تروحي رميهم من هنا. واخر حاجه هقولها لك بوصيكي بحبنا ان انت ما تخلعيش الخاتم اللي في ايدك مهما حصل. جوزك حبيبي. انا كان بينزل عليا الكلام زي التلج، وفضلت اعيط وندمان على اللي انا عملته امبارح. وفعلا الواحد ما بيندمش او ما بياخدش باله من اللي في ايده الا بعد فوات الاوان. المهم عدت الايام وانا بتقطع حرفيا، وفضلت اروح لدجالين وسحرة علشان يتصلوا بالجن او يخلوني اني اروح لعالمهم، بس طبعا اغبياء وملهمش لازمه، غير انهم مناشير فلوس طالعين واكلين نازلين واكلين. وفي يوم بعد ما قابلت خلاص حقيقة ان هما مش هيرجعوا تاني، دخلت استحمى وقلعت الخاتم ونسيته في الحمام، وعدى اليوم وانا مش واخدة بالي خالص منه. كل ده بسبب تعبي من قراية الكتب الجن اللي اول ما بقوم لغاية ما بنام وانا بقرا فيها، على امل ان في يوم اعرف اوصل لهم وكده. ونمت من التعب وشفت حلم غريب قوي ومرعب لدرجة اني قمت لقيت نفسي متغرقة عرق. شفت بناتي مربوطين بسلاسل من رجليهم ومتعلقين في مكان عالي، وعمالين يصرخوا ويشاوروا ناحية لأبوهم. وببص ناحية أبوهم لقيته بيحارب حاجة سودا كبيرة أوي وضخمة، أتاريها كده شبه الغول، وعينيها بتطق شرار، وماسكة في إيديها كرباج طالع منه 3 حبال كانت بتتحرك عاملة زي التعابين، وجلدها زي ما الحمم البركان بتبقى لسه بتبرد. وراح باصص لجوزي وراح قايل لي انت عملت ايه يا مجنونه؟ انا مش قلت لك ان انت ما تخلعيش الخاتم من ايديكي؟ قمت من النوم مفزوع وجسمي غرقان علق حرفيا، ورحت جريت على الحمام وجبت الخاتم، بس المصيبه ما لقيتش الخاتم موجود. وفضلت ادور عليه في الشقه كلها، وانا واقفه ومديه ظهري في الحمام كده لقيت حاجه اتقلف على ظهري، اتاريه الخاتم. لبسته
وعمال الفص الاحمر اللي فيه عمال ينور بطريقه غريبه قوي. وفجاه سمعت صوت جاي من الحمام، وببص كده من شباك الحمام شفت اني كنت في المقابر ولا البيت مش عارفه بقى، بس اللي شفت ان في نسر احمر كبير وكلب اسود قد الجمل كده حرفيا. وببص جنبهم لقيت الشجره اللي كانت جنب البيت بتاعي وانا صغيره قاعد عليها غرابين قاعدين على الغصن وكانهم بيراقبوا المعركه. فجاه اغمى عليا وصحيت وكنت هتجنن من الصداع. وبعدين ايه اللي بيخلي المقابر تظهر في الحته دي، ولا النسر ولا الكلب مش عارفه بقى. وفجأة لقيت جسمي كله اتخشب وأطراف رجلي نملت، حتى لساني مش عارف أنطق، وعمال أصوت وأحاول أتحرك بس مش قادرة. ما كانش بيطلع من بقي غير هوا بارد جدا. وفجأة اتحول المشهد الشقة إلى المقابر تاني، وشفت النسر عمال يقطع برجوله في جسم الكلب، وكل ما الكلب يحاول يمسك النسر يرفع جناحاته ويروح ضربه، لغاية ما الكلب خد باله من الغرابين. راح طلع جري عليهم، وراح النسر جري على الكلب ورماه في الارض، وبص لهم النسر وكانه بيأمرهم ان هم يمشوا حالا وطاروا. وراح الكلب مسك النسر من صدره وفضل يرميه ويقطعه وكده، وجري النسر وراح الكلب جري وراه ومسكه من رقبته وكان هيقطع رقبته حرفيا. وفجأة في حجر اتحدف على راس الكلب، وبص ناحية المصدر اللي حدف الطوبة الاقي اني واقفة هناك وبحدف الحجارة على الكلب. اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده. راح الكلب ساب النسر وجري عليا، وفجأة شفته قدامي ازاي معرفش، ده هو كان بعيد عني بحوالي 100 متر ازاي بقى في وشي. والاغرب اني صحيت من النوم مع اني كنت لسه صاحية، انا هتجنن كده. بس في حاجة نسيت اقولها لكم، ان اول ما الكلب ده قرب مني انا حسيت ان هو اتخشب ومقدرش يتحرك، وانا طبعا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي ده. المهم رحت كلمت واحدة صاحبتي وفضلنا نتكلم شوية لغايه ما هي قالت لي في ايه مالك، هو ليه صوتك تعبان كده، انا حاسه ان صوتك متغير. رحت قايله لها والله لو تعرفي اللي فيا كان شعرك شاب والله. راحت قايله لي طب والنبي احكي لي، وحكيت لها على كل حاجه. وراحت قايله لي بقول لك ايه، تصدقي ان انت صعبت عليا. انا اعرف واحده كانت قايله لي في مره ان ابنها كان رمى ميه سخنه في الحمام، فراحت لشيخ عندهم في اسيوط وده صوته مسمع قوي. فرحت قايله لها طب هاتي رقمه وعنوانه لو احتجته يعني في حاجه وكده. فاستنى بقى لما ابعتهولي، وقفلت معاها وتاني يوم الصبح حجزت القطر ورحت الاسيوط. المهم فضلت حوالي نص ساعة لغاية ما رحت لبيته، وكان بيته وصفه كالآتي: عمارة من 8 أدوار، بس كل دور ضلمة كحل لدرجة إن الشمس مش لامسة العمارة أصلا، مع إن درجة الحرارة وقتها كان 45، ومفيش دور ساكن ولا أي حاجة، كل الشقق على الطوب. المهم جاي لسه أدخل وأفتح بوابة العمارة، لقيت البوابة تتفتح، واللي كانت بتفتح البوابة واحدة عندها حوالي 65 سنة. بس أنا فعلا اتخضيت أوي، لان حسيت برعشه، والجو اصلا الجو العام اصلا مرعب وكده. المهم راحت قايلالي جايه للشيخ احمد صح، تعالي ورايا يا نبيله. انا بقيت ماشيه وراها وانا مش في وعي حرفيا، وفي دماغي مليون سؤال. انا فضلت بطلع السلالم، وخليكم فاكرين ان العماره 8 ادوار، فضلنا طالعين اكتر من 8 ادوار اصلا، وانا ما بقتش قادره خلاص. ورحت سأل الست دي وقلت لها بقول لك ايه يا ست انتي، فاضل قد ايه على شقه الشيخ؟ راحت متدوره ولقيت منظر ما كنتش احب اشوفه ابدا. كانت بعين واحده فوق مناخيرها بالظبط. انا اصلا اغمى عليا من التعب وكمان من المنظر ده. مش عارفه عدى قد ايه وفوقت على الشيخ وقاعد قدامي، وانا قاعد على كرسي خشب طويل زي بتوع زمان اللي في الصعيد كده، والشيخ قاعد على واحد زيه بالظبط. المهم وصف الشيخ كان كده: راجل في الخمسينات ودقنه طويلة بس مش قوي زي أي حد كده وسودا. المهم ماسك في إيده مراية أو مش عارفة بقى، هي حاجة مدورة وبتلمع. وبعدين راح قايل لي يا نبيلة أنت وقعت نفسك في متاهة معرفش أنا هقدر أطلعك منها ولا لأ، بس قلعتك للخاتم ده خرجت كمية جن من اللي جوزك وأبوه وجده حبسوه. وبعدين اللي كان جوزك ده هو النسر، واللي كان بيحاربه المخلوق الضخم ده هو زعيم قبيلة من القبائل اللي اتحبست، وده كان جواه كمية شر رهيبة من ناحية جوزك. وكمان بناتك الاتنين اتخطفوا من القبيلة دي وهم في سابع أرض، بس مقدرش أعرف مكانهم خالص ولا أي حاجة ناحيته. وجوزك هو انتصر في المعركة الأولى، بس معرفش ايه اللي هيحصل له بعدين. هي دي مختصر الحكاية، هو ده أكيد اللي انتوا كنتوا هتقوليه. وعندك كمان حلين: يا نحضر مالك القبيلة دي ونعرف ايه اللي هو عاوزه علشان يسيب جوزك في حاله، يا اما نحضر ملك قوي من الممالك السفلية ويحارب القبيلة دي
ويقف جنب جوزك في الحرب. فقال لي ايه اللي انت هتختاريه؟ انا بقيت بسمع الكلام ده وانا مش مصدقه ولا عارفه ايه ده، ولا ايه اللي اصلا اللي بيحصل لي ده كله. بس قلت له طب ايه افضل حل يا شيخ؟ راح قايل لي الحل الاحسن والاسلم ان احنا نحضر الملك بتاع القبيله دي، نعرف طلباته ايه. ورحت قلت له ماشي يا ماشي ماشي اعمل الحل ده. راح قايل لي طب بص، في اي حاجه لجوزك عندك تجيبها لي، وهاتيلي معاه امعاء خروف وجمجمه، وتدفعي بقى انت فاهمه بقى. رحت مطلعه 20,000 جنيه واديتهم له، وقلت له دول المره دي، والمره الجايه بعد ما يحصل المراد. وروحت. بس وانا طول ما انا نازله من العماره سمع زي او اصوات كلام كتير ومش مفهومه. ورحت ركبت القطر وروحت، وجبت الخاتم وجبت الجمجمه وجبت الامعاء وروحت نمت. بس وانا نايمه شفت ان في 10 رجاله طوال واقفين حواليا، جنبهم الكلب الاسود الكبير. وفضلوا كده شويه يجي حوالي 10 دقايق، لغايه ما الكلب ده جري عليا وخنقني من رقبتي. رحت صحيت وانا بتنهد ومش قادر اخد نفسي، ومعرفتش انام تاني. وتاني يوم رحت البلد ومعايا الحاجات، وطلعت للشيخ، وبدأ الطقوس وقراية الطلاسم اللي فضل يكررها كتير، بس ما اقدرش اقولها وهتعرفوا السبب بعدين. المهم فضل يكرر كتير لغاية ما المكان اتهز جامد، واتفتحت حفرة في وسط الغرفة. كانت زي كده، عارفين لما تقفوا على برج خليفة كده في اخره وتبصوا تحت؟ هو ده كان ارتفاعها، وكمان كلها نار حرفيا، رغم ارتفاعها ده اللي انا كنت متغرقة عرق. وفجأة طلعت من الحيطان خيالات كتير سودا، والكلب طلع من جنب الشيخ وراح واكل راس الشيخ حرفيا. وقعت جثة الشيخ مرمية على الأرض، وأنا كان مصيري. ودي كانت الرسالة اللي أختي سابتها قبل ما تموت، أو قبل بمعنى صح قبل ما تختفي من العالم بتاعنا. وكده يا صديقي يكون خلصت قصتنا النهاردة. بشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وأتمنى إنك تدعمني وتدعم طبعا بالاشتراك واللايك وتوصل صوتي لأكبر عدد من الناس. وبس، وأشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.